اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم إخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقيقة. ما زلنا معكم إخواني في رحاب حقوق الزوج على الزوجة. وصلنا إلى فقرة جديدة وهي الآداب مع الزوج، وذكرنا الأدب الأول وهو خدمة الزوج، والأدب الثاني وهو محط حديثنا اليوم الصبر على أذيته، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسيا ابنة مزاحم. الأدب الثالث إظهار المودة له في القول والفعل. الأدب الرابع إبداء الهيئة الحسنة لها في عينه. الأدب الخامس صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه. ولذا أخواني نصل معكم إلى نهاية المطاف، وفي الختام نوجه هذه الرسالة نقول: أعزائي أيها الزوج أيتها الزوجة، قبل أن يطالب كل منكما بحقوقه ينبغي أن نعلم بأن هناك حقوق الأخوة بينكما قبل الحقوق الزوجية. أنت أيتها الزوجة قبل أن تكوني زوجة لزوجك أنت أخته في الله، وكذلك أنت أيها الزوج زوجتك هذه هي أختك في الله. لذا علينا مراعاة هذا الجانب المهم من أجل أن يطفو على البيت والأسرة التعامل بالأخلاق الحسنة فيما بينكما، وعدم التقصير في حق كل منكما. ونتمنى لكما حياة جديدة وسعيدة. انتظرونا يوم الأحد القادم تحت عنوان جديد: الحب والتفاهم بين الزوجين. فكونوا معنا ونسألكم الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.